المشكله الازليه، القشره في الشعر، اعمل ايه؟ احنا دايما بنقول القشره دي مرحله من مراحل الاكزيما الدهنيه، او مرحله منها خالص ان يبتدي يبقى فيه قشور في فروه الراس. التعامل هنا بسيط خالص، ان انا بستخدم شامبو قشره كويس مناسب ليا وبستعمله بالطريقه المظبوطه، ودي مش تبقى الناس دايما عارفاها. احنا بنحط شامبو القشره على فروه الراس، لازم بنسيبه دقائق، ما ينفعش ان انا احطه لحظه واروح شطفاه وخلاص انا كده تمام. بندلك بيه فروه الراس، بنسيبه دقائق وبعد كده بيتغسل. الكلام ده بيبقى من مرتين ل3 مرات في الاسبوع في الاول. بعد اتليست شهر مثلا بيبتدي الامور تتحسن، ساعتها بنبتدي نقلل المده وبنقلل عدد المرات. طب افرضي مثلا ان في حد عنده قشره وعمل كل الحاجات اللي حضرتك بتقولي عليها دي ولسه القشره موجوده. طبعا ده بيحصل، لان مش اي قشره في الشعر الموضوع خلاص بسيط، دي شويه قشره خفيفه ونحط لها شامبو قشره هتخف. ساعات كتيره جدا بنبقى داخلين في مرحله من مراحل الاكزيما الدهنيه ومش متشافه بعينيا انا. الدكتور لما يشوفني نحط الدرموسكوب هنفحص، هنقدر نعرف في احمرار، في التهاب في فروه الراس. دي مرحله من الاكزيما عايزه علاجات تانية اكيد كتيره غير مجرد شامبو القشره. ممكن كمان يبقى تشخيص تاني خالص اصلا بره القصه دي، زي مثلا الصدفيه بيبقى برده فيها قشور في فروه الراس. فاحنا لو الموضوع انا استخدمت شامبو القشره كم مره موضوع ولا كاني بعمل حاجه وقاعده اكرر واغير في انواع، ده غلط. المفروض ان انا بتحرك افهم تشخيصي ايه واتعامل على اساسه.